أحبائي في الرب، إخوتي وأخواتي في يسوع المسيح، في جسد الرب يسوع المسيح، أينما كنتم سلام الله الذي يفوق كل عقل وكل فهم يغمر قلوبكم وأفكاركم في الرب يسوع المسيح وحده. أنا أخوكم رشيد، خادم الإنجيل بنعمته وبخلاصه في هنا في أوروبا. بدي أطلب منكم مساعدة، طلبة صلاة من أجل كنيسة الرب يسوع المسيح في الجزائر. نحن الآن نعيش أوضاع صعبة، الكنيسة الجزائرية تعيش أوضاع صعبة، فيه اضطهاد، فيه تهجمات على الكنيسة، وفيه أيضا غلق، يعني غلقوا 2 كنائس وبيهددوا يعني إخوة من أجل السجن. فنحن نطلب من كل أخ، من كل أخت، أينما كنت وأينما كنت، أن تتضرع للرب، أن ترفع صلواتك معنا. نحن واثقين كما مكتوب في رومية 8:28: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين هم مدعوون حسب نعمته. فأنا أطلب من أي واحد أينما كنت وأينما كنت أن تصلوا معنا رافعين صلوات تضرع شكر وحمد قدام الله، لأن الذي وعد هو وفي، الذي بدأ الخدمة في الجزائر هو وفي ليكملها. سلام الرب يغمر قلبك وقلبك في يسوع المسيح وحده لأبد الآبدين. آمين. شكرا والرب يبارككم.